أصدقائي وصديقاتي، نهاركم سعيد. النهاردة موجودة أو إحنا في جولة محلات عطارة ماضي اللي هو موجود في المنشية. الحقيقة والدتي قالت لي أنا محتاجة شوية توابل، قلت لها هجيب لك من سوق زنانيري. قالت لي لا، أنا متعودة إن أنا أروح المنشية وأجيب من عطارة ماضي. فقلت لها خلاص، أنا بقى اتبرعت وقلت أروح أجيب لها اللي هي عايزاه. الحقيقة لما رحت هناك لقيت المكان اختلف 180 درجة. أنا ما رحتش هناك بقالي كتير جدا، يعني بقالي يمكن سنين. هو كان محل واحد زمان لما كنت بروح مع والدتي، دلوقتي ما شاء الله تبارك الله ربنا يزيدهم، حوالي يمكن 9 محلات دلوقتي، بقى كل معظم الشارع عطارة ماضي. فحبيت أنقل لكم صورة، وكمان عملت لقاء مع المهندس إيهاب صاحب المجموعة دي دلوقتي، محلات عطارة ماضي. يلا بينا نسمع ونشوف مع المهندس إيهاب. أيوة، السلام عليكم، صباح الخير. أنا المهندس إيهاب علي ماضي، حفيد أقدم عشابين اسكندرية اللي هو الحاج عبد السلام ماضي، مؤسس محلات ماضي من 1908. الحاج عبد السلام ماضي من مواليد 1889، يعني كان عنده حوالي 20 سنة لما أسس هذه المحلات في سوق العطارين. سوق العطارين دوت هو يعتبر جزء من التراث السكندري، موجود في أقدم حتة في اسكندرية، وسط بحري عند زنقة الستات. المنطقة اللي هي كلها تاريخ، وتشم ريحة عبق التاريخ فيها. بفضل الله احنا الجيل بتاعنا هو الجيل الثاني بعد الحاج عبد السلام، يعني انا حفيد الحاج عبد السلام ماضي، انا واخواتي. اخويا الكبير المهندس هشام، واخويا الاصغر مني استاذ عبد المنعم، واحنا جيل اخذ على عاتقه ان احنا نكمل مشوار الاجداد. كملنا المشوار وبفضل الله قدرنا ان احنا نستحوذ على معظم سوق العطارين، لما وصل بفضل الله ان هو بقى اسمه سوق ماضي للعطارة من سوق العطارين. بفضل الله قدرنا اي واحد من الاجيال القديمة الاولاد ورثوا من ورا منهم محلاتهم، فما حبوش يكملوا، فاحنا بفضل الله قدرنا نستحوذ على هذه المحلات بالبيع بالجدك وتنسيق وتنظيم الاوراق ما بيننا وما بين هيئة الاوقاف المالك للمنطقة. فبقى عندنا سوق ماضي للعطارة في كل انواع العطارة، وبدأنا نعمل محلات متخصصة. يعني احنا في السوق هنا عندنا حوالي 8-9 محلات، كل محل بقى يختص بحاجة. فعملنا محل خاص بالحلويات ومستلزمات الحلواني، محل خاص بالأعشاب، بالعطارة، بالمغاد، بالزيوت، بمستحضرات التجميل، بالمطاحن بتاعة الحبوب. كل حاجة بقت انت حضرتك هتشرفونا في المحلات، هتلاقوا كل قسم خاص بذاته، هتدخلوا تشوفوا 1000 صنف وصنف. كل أنواع العطارة والأعشاب اللي موجودة بقدر المستطاع في جمهورية مصر العربية وبتستورد من الخارج، فاحنا مصدر ليها، بنحاول نوفرها للعميل بتاعنا. بنحاول نتماشى مع متطلبات العصر من كل الاحتياجات. يعني اي ترند بيطلع مع معلومة جديدة عن عشب بنحاول نجري ان احنا نوفرها لعملائنا عشان نوفرها بأعلى جودة وأنقى وأحسن سعر. دي مهمتنا، وخصوصا ان احنا جيل كله متعلم. فدخلنا مرحلة احنا كلنا دكاترة ومهندسين وكيميائيين، اخويا الكبير جيولوجي، فعرفنا ازاي نعمل شغل. ومن خلال محلات عبد السلام ماضي انبثق شركة أصالة اللي هي تابعة لينا برضو، دي كلها كيميائيين وصيادلة. قدرنا نوظف الأعشاب الطبيعية لخدمة مستحضرات التجميل
بشكل مقنن تابع لوزارة الصحة من تراخيص والتزامات وتسجيلات. فقدرنا زي ما بيقولوا نفتح الكتاب بتاع الأعشاب ونطلع كل ما هو مفيد للإنسانية، وفي نفس الوقت تحت ضوابط وتشريعات قانونية محترمة كويسة، ويكون تابع للهيجين العام. كل دوت احنا بنسعى ان احنا نوصل لشكل عشب ومنتج يكون جيد يقدر يتحط على الشلف او الرف الصيدلاني بصورة جيدة، نقدر نصدره بره مصر مع ورقيات ومع التزامات. فاحنا حولنا المحلات من محل عطار بسيط عنده المعرفة والوصفة القديمة لمحلات ومؤسسة نقدر نقول عليها ان هي بقت مؤسسة منظمة تقدر تخاطب اي جهة سواء من وزارة الصحة او من جهة تصدير او اي جهة بتتطلب لها بعض الاشتراطات الخاصة. كان من ضمن الاسئلة اللي جات لنا ايه الفرق في الفلفل ما بين الفلفل وانواعه. احنا هنقوله ان الفلفل انواع كتير قوي، في منها الهندي وفي السنغافوري في البرازيلي، في انواع كتير جدا من انواع الفلفل، فيتنامي. كل مصدر للفلفل ده بيبقى ليه تميز عن الاخر. يعني في فلفل هتلاقي الحبايه كرعه مليانه قلبها ابيض والغلاف بتاعها خفيف. في فلفلايه هتلاقيها سودة شويه زياده وقلبها ما فيهوش قلب ابيض كتير. ده موضوع غير الموضوع. هنلاقي ان في فلفل هيديني طعم، في فلفل هيديني ريحه، في فلفل النكهه بتاعته قويه جدا. فهي الفكره هنا احنا كشغل ماضي ان احنا بنتخصص ان احنا بنعمل توليفه. يعني بنجيب الفلفل الفيتنامي مع جزء من السنغافوري مع جزء من البرازيلي، بحيث ان احنا في الاخر نطلع فلفل لما يتطحن ما يسودش الاكل، لما يتحط على الاكل ما يسودش، وفي نفس الوقت يديني النكهه الجميله والريحه الكويسه للفلفل. ومن هنا هو بتبقى تميز ماضي في شغله. فكل فلفل بيبقى ليه التزام ودنيته. ده كان السؤال اللي كان اتسأل لنا في الفلفل. فهو انواع كتير جدا كلها، طبعا ما نقدرش نقول فلفل حلو ووحش، انما كل فلفل ليه تميزه عن الاخر. فازاي نعمل توليفه زي توليفه البن كده، يعني لما تروح لواحد بتاع بن ويعمل لك فلفل ليه توليفه. التوليفه ديت بتبقى جايبين بن برازيلي وانواع كتير قوي من البن عشان في الاخر يعمل لك توليفه بن تاخد بيه وش كويس ودسامه في طعم الفنجان وخلافه يعني. فكذلك الفلفل وكذلك اي حاجه لها صنعه ولها عمق زمني. فالنهارده التاجر بيبقى يتميز بعمقه الزمني ومعرفته عشان نقدر نقول عليه تاجر فعلا مميز. وفضل الله ماضي احنا اكتر من 115 سنه في هذا المجال. فاحنا اجيال توارثت الخبره وطورت هذه الخبره لما وصلنا للي احنا فيه. لو اتكلمنا على ان هو معلم من المعالم الاساسيه في اسكندريه، فهو ماضي فعلا معلم النهارده بقى من العلامات الاساسيه. الكل حتى بقى محور حديث او محور كمان وصفه. يعني مثلا جنب ماضي ورا ماضي في الشارع اللي قدامه اللي وراه بقى ماضي هو مركز للكلام في الاحتياجات في المكان في المعاملات في كل حاجه. فحتى في التسعيره نسال ماضي بيبيع بكام، في الجوده ماضي عنده ولا لا. فهو بقى زي ايقونه للعطاره او ترمومتر اساسي. اشكركم وان شاء الله الى اللقاء. شكرا حضرتك جدا جدا وخدت من وقتك كتير. شكرا يا باشمهندس. ربنا يوفقك. شكرا حضرتك. عمي اتفضل. أتمنى أنكم تكونوا استمتعتم باللقاء، ويا رب المحتوى يكون عجبكم، وإلى اللقاء. وفي حب اسكندرية نلتقي. حلو يا بلدي.